اللعبه بقى تمشي، المدرب يمشي. المدرب جاي له 140 الف دولار في الشهر، هو كان بياخد 60 مع الزمالك، فهو تقريبا اكيد هيمشي. اكيد هيمشي. ايوه خسر كمدرب في نادي الزمالك، نادي كبير، نادي بطولات، بس هياخد فلوس. يعني هو المدرب هو عايز، هو عايز فلوس، عايز فلوس واستقرار. لا وكمان المدرب بيقول لك اللي هو كمان كان بيدفع حاجات من جيبه. يعني هو انت جايب مدرب يدفع من جيبه؟ لا. فالمدرب هو شاف مصلحته مع نادي الفتح، اللي هو تقريبا الاسبوع الجاي هيكون خلاص هو المدرب رسميا، فهو شاف مصلحته ومشى. فالاداره هي اللي تتلام في الحوار ده كله، ولا تقدر تلوم ولا مدرب، ولا تقدر تلوم اللعيبه اللي عايزه مستحقاتها المتاخره. انت تلوم الاداره. والحمد لله كلامه طلع صح. كنت عامل فيديو قبل كده، هل زيزو يمشي من نادي الزمالك، وقلت ان زيزو الحل الامثل ليه ولاداره نادي الزمالك اللي هي تمشيه وتاخد فلوس، تشوف بقى تجيب لعيبه، تدفع مستحقات، تخلص الغرامات اللي عليها للفيفا. ده الحمد لله انا قلت دوت قبل كده وكلامي كان طلع صح. فهو كل دوت